جربت تطبيق جوجل تاسك في رحلتي للبحث عن تطبيق ان انا انظم عليه حياتي والشغل اللي ورايا، والتطبيق ده اداني تجربه ستيبل اكتر عن مايكروسوفت تو دو اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، لكن في حاجات كتير التطبيق ده بيفتقدها. خليني اقول لكم التطبيق هو شغال ازاي. الاول التطبيق ده تقدر تعمل منه ليست، والليست دي تقدر تحط فيها مهام، وكل مهمه فيهم تقدر تحط فيها مهام ملحقه، نفس الكلام اللي كان على مايكروسوفت تو دو. لكن هنا ما ينفعش تعمل جروب تحط فيه اكتر من ليست، وكمان هنا بيفتقد الشكل الجمالي، يعني ما تقدرش تعمل خلفيات لكل مجموعه، ما تقدرش تغير لون الخط في كل مجموعه عشان تفرق ما بينهم. ده غير اكتر سبب خلاني ابطل استخدم التطبيق ده، ان انت لما تعمل تشيك مارك على مهمه ملحقه او هي سب تاسك، فهي بتنزل تحت مع المهمات اللي كملت، لكن ما بيقولكش المهمه الملحقه دي تابعه لاي مهمه فيهم. وده بالنسبه لي يعمل لي مشكله، لان انا معظم المهمات الملحقه فهي عباره عن حاجات متكرره، يعني مثلا تصوير اي رول للفيديو ده، وتصوير اي رول للفيديو ده، وتصوير اي رول للفيديو ده، فلما اعمل تشيك مارك على واحد منهم فبيجي لي ان في اي رول خلص، لكن ما بيقوليش بالظبط انه فيديو اللي اتعمل له الاي رول اللي خلص ده. ده غير كمان انت ما تقدرش تضيف عليه مستخدم تاني مع المهمات اللي عندك عشان تعمل له اساين او توجه له مهمه معينه ان هو يقوم بيها، فالتطبيق ده هتستخدمه لو انت هتستخدمه لوحدك بس. لكن طبعا الميزه اللي فيه ان هو ما بيفصلش طول ما انت بتستخدمه على الايفون او الايباد. واكتبوا لي تحت في التعليقات تطبيقات اجربها تقوم بنفس المهمات دي بس بشكل احسن عن تاسكس، واستنوا فيديو جديد كل يوم جمعه بنجرب فيه تطبيق او لعبه مختلفه.